طبعا لو طلعنا في الدور الثاني اول حاجه هنبتدي بيها السلم اللي موجود معانا هنا. السلم زي ما انتم شايفين طبعا متاسس لكل درجه كهرباء بتاعتها، عشان الليد بروفايل اللي احنا هنعمله ان شاء الله هيبقى بيانو بحساس حركه في الاول وحساس حركه في الاخر باذن الله. عندكم بقى هنا الافخاد اللي موجوده هنا انتم شايفينها دي، او احنا الحته دي كده بنسميها افخاد، والحته اللي هناك دي برده كده كلها هتبقى رخام مع الارضيه ان شاء الله، فهتديك شكل فخامه جميل قوي. وبالتالي كمان انا عندي هنا في المنطقه دي كلها هتبقى زي كوبيستا حديد من الحديد ستانلس، هيبقى هنا ماسك المنطقه دي كده الكيرف ده، وماسك معاه الكيرف اللي هناك ده كله، هيبقى حديد شكله شيك قوي عشان يليق مع الجو الكلاسيك اللي احنا شغالين عليه. احنا طبعا مش شغالين كلاسيك قوي، احنا شغالين نيو كلاسيك، تمام. فاحنا ان شاء الله باذن الله الدور ده ميال للمودرن شويه، تحت ممكن يميل للكلاسيك اكتر، وهنتحفكوا بيه الشغل اللي احنا هنعمله في الاخر ان شاء الله. لما نطلع من السلم من هنا هنلاقي عندنا اول قطعه هنا، وعندي هنا في طبعا في هنا كده غرفه بدريسنج بحمام، غرفه الماستر، تمام. ومعلش لف لي برده هناك كده، عندي في غرفه هنا وعندي في غرفه هنا. انا ليه بشرح الدور كله وانا واقف في نفس المكان؟ عشان تبقى مستوعب معايا ما شاء الله حجم الفيلا عامل ازاي. عندي 3 غرف، كل غرفه فيها حمام ودريسنج، تمام. وعندي في هنا قاعده ليفنج لخدمه الدور. زي ما انتم شايفين عملنا الشاشه بتاعتنا كهرباء بعيده كل البعد عن التيار الخفيف، مخرج الليد موجود عندي. دايما بنحط الشطر اللي بره مع اناره البلكونه. عندك زي ما انت شايف الموقع نظيف، عايز اقول لكم فيه عامل يوميا هنا، مالناش دعوه بقى بالمقاولين ان هم ينظفوا وراهم والكلام ده كله، لا، عامل يوميا موجود بيلم بيشيل بيحط بيعمل. الشكاير زي ما انتم شايفين كده موجوده باستمرار. عايز اشون رمله، اشون اسمنت، اشون اي حاجه، بشون في جنب عشان ما اهلكش الموقع بتاعه والناس تعرف تشتغل. نفس الفكره، كل حاجه طبعا متحافظ عليها. وطبعا الستريتش ده هنعيده من جديد، ده بوط قديم بنسيبه في الاخر خالص عشان ممكن نستخدمه او نستغله، هيكسر ويتشال. مجموعه اناره بالكامل بالثرموستات بتاعه التكييفات، دي علبه الثرموستات بتاعه التكييفات، ودي علبه الانتركام، وكله طبعا لاين واحد اكس واحد في مكان واحد. عايز اقول لكم حاجه معموله باحتراف. زي ما انتم شايفين المحاره كلها خلصت الحمد لله، الصرفات كلها ركبت، تاسيس تكييفات كله ركب، كونسيل وغير الكونسيل، كهرباء، السباكه، المحاره، مجهود جبار. عندك هنا زي كافي كورنر، او ممكن نقول سمول كيتشن او ايا كان المسمى، حاجه صغيره هنا كده تخدم الدور ده. عندي هنا باريزه للثلاجه، عندي ميكروويف وفرن، تمام. عندي طبعا هنا البوتاجاز هيبقى موجود هنا كده. عندي هنا خدمه، باريزه خدمه. وعندي في المنطقه دي طبعا بقى شوف فن اختيار المكان اللي هتقف فيه ست البيت. عندك هنا في المنطقه دي كده انا شايف طبعا البول بتاعه، وشايف هنا القعده بتاعتي وكلها، وفي كافي بار هناك كده، وعندي بول كبير هنا وقاعده. فست البيت وهي قاعده شغاله على الحوض هنا كده، فهي شايفه المنطقه دي بالكامل. فشوف فن استغلال المساحات، وشوف فن اختيار وتوظيف الاماكن لست البيت وهي شغاله. عندك طبعا هنا في سخان فوري، وفي طبعا غساله، وفي حوض، كل تاسيسات السباكه على اعلى مستوى. ده كده المنطقه دي. لو رحنا طبعا واخدناكم معانا كده في اول غرفه موجوده معانا، طبعا في غرفه هنا ده غرفه الماستر. غرفه الماستر دي احنا لسه عاملينها مخزن زي ما انتم شايفين. النهارده العربيه الشركه جايه ان شاء الله هتلم كل التفاصيل دي وتقفل كل حاجه طالما احنا ابتدينا نسحب اسلاك. وده الدريسنج موجود زي ما انتم شايفين، برده في اي حاجه بتتلم في جنب عشان نعرف نحصرها. عندنا هنا في الشغل بتاعنا في الحمام التويليت موجود هنا، الشاور هنا بالقعده بتاعته والدنيا بتاعته. السلك ده معمول عشان الجاكوزي، كله لاين واحد اكس واحد، شغل محترم، شغل نظيف، شغل يبسط قلبك ويفرح قلبك لما تشوف. عندك هنا التاسيس بتاع الحوض، وتاسيس الخاص بيه السخان الفوري، باريزه الحوض، الباب هيفتح هنا، الاناره هنا، حاجه معموله باحتراف زي ما انتم شايفين. في هنا حته ماسوره اتهلكت معانا او بنت معانا على طول بالمونه، قفل على الماسوره على طول عشان تحافظ عليها او تتفادى اي مشاكل. فطول ما احنا شغالين لازم يكون في متابعه باستمرار عشان تقلل المشاكل بتاعتك. المنطقه دي كلها ما كانش لها اي استخدام، كانوا الكومباوند كان مسلمنا فيه هنا اوضه كده متر في متر كده، هنا ما كانش لها اي لازمه. فهنا
قفلناها، عملنا اكستنشن للخرسانات وقفلنا المانور اللي موجود هنا، وابتدينا نستغل الكلام ده كله في لوح الكهرباء. وهنعمل هنا جاردن باضاءه بزرع صناعي يليق بفخامه الفيلا. زي ما انتم شايفين السلم كله برده اسود موركيني وكله فيه اضاءات زي ما انتم شايفين. عندي كده باقي اوضتين، اوضه هنا اوضه الولد، هنا اوضه جيمنج. تعالوا اوريكم برده الشغل فيها عامل ازاي. نفس الفكره، عندي الباب هنا وعندي الاضاءه وعندي الشاشه موجوده هنا، كل حاجه متوصله كات 6 واصل، الكهرباء في جنب، التيار الخفيف او اللو كارنت في جنب هنا، التغذيه بالكامل للمكتبه وتغذيه بالكامل للمكتبه اللي موجوده هنا. موجوده هنا في ركنه مفيش فيها برايز. هنا طبعا السرير تمام، كل سرير في كل غرفه بتوصل بيه الساوند سيستم بتاعه، علبه الساوند سيستم بالكهرباء بتاعته بالديفيتير زي ما انتم شايفين، علبه 7 في 7. اول ما تشوفوها على طول ده جهاز الساوند اللي هيركب هنا. عاملين اضاءه ثانيه هنا، عاملين اضاءه ثانيه هنا عشان ديفيتير اللي هناك. وبرده في دريسنج ليه هنا، حتى غرفه الولد طبعا حتى غرفه الولد زي ما انتم شايفين. احنا بنراجع اول باول. عايز اقول لكم الاكس اللي موجوده دي ممكن تلاقي فيها ملي في المحاره هنا، فلازم يتحط عليها اكس عشان ما تتنساش. عندك الحمام، دخلت الحمام بالتالي الشاور، الحوض بالسخان الفوري، التويليت في جنب، اكس المعموله ومترممه هي عشان شغل المحاره بنتابعه باستمرار. وارد يحصل مشكله، مفيش فيه مشكله انك يحصل فيه مشكله عندك في الشغل، بس المشكله ان انت ما تصلحش المشكله دي او تتعمد انك ما تاخدش بالك منها. تمام، هنا المشكله لازم أن يكون في مشكله تقف ستوب، اعترف بالمشكله، حل المشكله. تمام، ارجع بس على مهلك عشان ايه. تمام، فهنا ده غرفه الولد معانا. اخدكم برضو معايا في غرفه البنت هنا. طبعا ده الاسانسير لسه طبعا اختياراته كلها موجوده طبقا للديزاين بريف اللي احنا عاملينه. عندك باب هيفتح هنا، الاناره موجوده هنا، وانس ان احنا ما حطيناش الاناره هنا يبقى فيه عمود خرسانه هنا او في حاجه عاقتنا ان احنا نحط الحاجه هنا، وبالتالي خلاص انا عندي بالنسبه لي الكهرباء هنا والباب. خلاص ابتدي ان احط السرير هنا زي ما انتم شايفين. الماده متخزنه ومتشونه باحتراف. عايز اقول لك الماده محطوطه هنا عشان جنب الحمام، كل حمام جنبيه الماده بتاعته، وبالتالي انا بوفر وبريح المقاول. لما يخش على غرفه زي كده المقاول هيبتدي ان هو يطلع شغل بكواليتي عاليه. الفكره كلها مش في الفلوس بس، الفكره ان انا ما اجيبش مقاول غالي وبس، لا، الفكره ان انا ابقى مرتب كل التفاصيل للمقاول. نفس الشغل بنفس كل حاجه. عندي مرايه هنا، في مخرج، عندي دريسنج هنا كل مخارجه موجوده، ومخرج ليد واكس كان منسي عادي، عملته طلعته وحطيته مفيش فيه مشكله. هنا الحمام برضو في هنا حوض بالسخان الفوري، كل حمام في السخان الفوري بتاعه، في الحوض، في الشاور، في الخوارنقات بتاعته والشغل بتاعه، ده كله هيتغلف خشب وهيتظبط. طبعا لما لقينا الخوارنق هنا صغير وسعناه شويه هنبتدي نمحره ونأكسه تاني، ونبتدي ان احنا نظبط شغلنا اول باول. عايز اقول لك شغل السباكه معمول من بدري، كان من حوالي 30 يوم، فعشان احافظ عليه مقفل كله ومقطب كل الشغل بتاعي ومقفل عليه عشان يلا ادخلوا بقى ايه عيشوا في الشغل. فعايز اقول لك ان الشغل عشان تطلع شغل بكواليتي لازم انت تبقى مركز، لازم انت تبقى ظابط الاداء، لازم انت تبقى ظابط كل التفاصيل. فان شاء الله باذن الله استنوا كل جديد معانا، واستنوا تفاصيل مرعبه جايه ان شاء الله. وباذن الله هشوفكم في الجزء الثالث من الفيلا هنا في الدور اللي فوق ان شاء الله. سلام.